اتأخرت ليه؟ معلش يا استاذ سهير، والله ده انا لقيتهم تحت على السلم فقلت اجيبهم لك. ايوه، ما انا عايزاك بقى دلوقتي تاخدهم وتاخد البطانيه دي وتاخد السجاده وتروح توديهم المغسله وتخليهم يغسلوهم وتوصي عليهم ان دي حاجتي انا. ماشي. طيب اخلي محمد يوديهم. ثانيه واحده. محمد؟ معلش، انت عارفه ان انا ما بعرفش اجرى. هتلاقيه اول اسم انا لسه مكلمه. روحي. ليه بس كده يا استاذه سهير؟ انا لما امر بحاجه انت هتنفذها. مش لازم تقعد تقول لي محمد وام محمد. ماليش انا في الكلام ده. انا قلت لك انت شغاله عندي تاخد الحاجه وتروح. والله ده لسه ما دفعتش قسطه ولسه الشهر ما خدتش. تقعد بقى تشتكي لي همك حضرتك ولا ايه؟ في ايه؟ تاخد الحاجه على دراعك المكسور وتنزل تروح تغسلها. بس يا استاذه سهير انا مش بحب اعيد الكلام. انا لما بقوله مره واحده يتسمع من اول مره. اللي ما يشوفش من الغربال يتبعني، وتقريبا سكان العماره كلهم بيحملوني كويس ما عدا حضرتك. فانا مش عارف ده كبر منك ولا انا مش متكبره، وما تقولش عليا متكبره ولا يستجرأ اللي يقول عليا كده. انا بطلب منك طلب تنفذه عشان انت شغال عندي. افهم الجمله. فهمت يا استاذه سهير، فهمت وهسمع الكلمه من اول مره. ازيك يا احمد؟ استاذ اسلام، الحمد لله على السلامه. اتفضل. انا يا استاذ اسلام البيه اللي شغال عندنا بقول له انزل اغسل البطاطين والسجاد بيقول لي دراعي مكسور. انا مالي؟ ما غصب عني يا استاذ اسلام، والله تجال يعني. عارف لو حتى الصغيره دي بس مش هتقل. بقول لك ايه يا سهير؟ اتفضل يا احمد. جيبي لي الميه بس عشان نكتب. حاضر. ماشي يا استاذ اسلام. بس بقول لك ايه يا احمد؟ اتفضل. هي غلطانه. انا قلت برضو ان انت راجل كريم، واكيد مش هتيجي على حاج موظف غلبان زي. مش عارف انت برضو رجلك مكسوره ولا مش عارف دراعك مكسور. انا مش دراعي هتقدر ورجلي. تشيل دراعي ورجلي. انا رجلي بحمل عليها شويه بس. استنى الدراع بقى. ده الدكتور قال لي لازم اتفضل يا اسلام. والله ما قادر احركه. والدراع التاني. سهير، نعم. انت ازاي تجري انك توقفي مع واحد امن زي كده وانا مش موجود في البيت؟ استاذ اسلام، انت عارف ان انا عيني في الارض انت غلطانه وانت كمان غلطان، عشان لما تقول لك على حاجه تعملها وتسمع كلامها. يا استاذ اسلام، انت شايفني قدامك. انا مريض، دراعي تعبني اسمعني بس ورجلي تعبان. اتفضل سامعك يا استاذ اسلام. شوية الكلمتين دول عشان بس يصعب عليا وان اطبطب لك كده واقول لك معلش يا احمد وانزل لعيالك. الكلام ده ما يجيش معايا يا استاذ اسلام. انت عارف ان انا قسما بالله لولا ايدي ولولا رجلي كنت وديتهم. انا عمري ما قلت على حاجه لا. وبعدين عفش البيت ده كله. بقول لك ايه؟ يلا هي اللي تقول لك عليه تعمله وتسمع كلامها. سامع ولا لا؟ حتى لو كان على حساب صحتي. حاضر، هسمع الكلام بس بعد اذنك يا استاذ اسلام. انا مش هقدر انزلهم. يعني مش هتقدر تنزلهم؟ ليه كده بس يا استاذ اسلام؟ انت هنتني وجليت من قيمتي في شغلي، والمدام بتاعتك كسرت لي التليفون، وكل ده عشان طلب مني طلب في سبيل شغلي ما عرفتش اعمله لظروف صحيه. حرام عليك يا اخي، حرام عليك. بقول لك ايه؟ انت هنا فرد امن، يعني اللي اقول لك عليه تعمله واللي تقول لك عليه تنفذه. سامع؟ عندك حق. ايه شغلانه فرد الامن غير انك تنام مطمن وانا واقف في حته كشك مش عارف اتلم على بعض من البرد. في مننا اللي بيتغطى بكرتونه، وفي مننا اللي بيستحمل وتاني يوم يتعب وقبضه يصرف على العلاج طول الشهر. وكل ده على سبيل ايه؟ ان انتوا تكونوا نايمين مرتاحين واحنا حارسينكم. بس اقول لك على حاجه، فكرت في مره انك تكون مكان واحد مننا؟ واحنا نفكر ليه؟ احنا اعلى منيكم. انت ازاي تتكلم وانا واقف؟ يلا خش جوه. فعلا. يلا. لا بعد اذنك خليها واقفه تسمع الكلمتين اللي عايز اقولهم. احنا مش هنلاقي ناكل لو سيبناكم. اذا كان ده اعتقادكم فدي حاجه غلط. احنا شغلنا معانا تحسين دخل مش اكتر. ولو كان عندي الواسطه اللي عندك يا استاذ اسلام كان زماني دلوقتي مهندس قد الدنيا ولا دكتور ولا اي حاجه. بس معلش، الدنيا عمرها ما بتدي اللي عايز.
وبس اقول لك على حاجه، يا ما كان على الدنيا تروس كلها الصدى وبطلت تدوس. بس فهم مراتك ان اللي انا فيه ده ممكن انت تبقى فيه في يوم من الايام، مش دايما حد. النهارده في ايدك، الله اعلم بكره في ايد مين. اياك والتكبر، عشان خاطر التكبر وحش. واذا كان على الحاجه دي حاضر، هاخدها وانزل وهستحمل وجع ايدي ورجلي، لان عمر ما الوجع ده هيتساوم بين الوجع اللي انا اتوجعته. عشان خاطر احنا عندنا كرامه. هنفذ شغل حاضر بعد اذنك يا استاذ اسلام. بس قبل ما تمشي عايز اقول لك على حاجه. قول. اوعى تفتكر الكلمتين اللي قلتهم لي دول انك هتصعب عليه وهطبطب عليك واقول لك معلش. لا يا حبيبي، نفذ الشغل يلا. حاضر، هنفذ الشغل. يلا. ما هو المكان ده مكانك، وهرجع لك وفي نفس الارض، بس ساعتها هيكون الاسد مختلف. يلا.